السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري، والنهاردة معانا فيديو جديد يا جماعة، وهنتكلم عن موضوع العلف. أهمية العلف يا جماعة، المواعيد بتاعة العلف بالنسبة للتحويل، وإزاي إن إحنا نختار الميعاد بتاع العلف بالظبط، وهل في ميعاد للعلف في الصيف وفي ميعاد للعلف في الشتاء. الكلام ده كله يا جماعة هنقوله في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لايك للفيديو، اللي لسه مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. أول حاجة يا جماعة بالنسبة لأهمية مواعيد العلف في التحويل وفي الخصوبة وفي الحاجات دي كلها، ليها أهمية كبيرة جدا، لا تقل عن جودة العلف نفسه، ولا تقل عن أي حاجة أنت بتعملها في المزرعة. مهمة جدا هي ازاي انك انت تختار الميعاد المظبوط بتاع العلف. يعني الموضوع يا جماعة مستاهل ان احنا نسمع الفيديو، مستاهل ان احنا ناخد الكلام بجد، مش علف بنحطه خلاص في اي وقت وفي اي ميعاد. لازم ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده كويس جدا، لان بيفرق معاك في حاجات كتيرة جدا. بيفرق في التحويل، بيفرق في الخصوبة، بيفرق ان انت ما تعملش مشاكل معويه للارنب، وبيفرق انك انت كمان ممكن تتحكم في درجه الحراره بتاعه الارنب، سواء كنت في الصيف او في الشتاء، عن طريق الميعاد بتاع العلف او الكميه بتاعه العلف. طبعا قلنا يا جماعه في فيديوهات قبل كده بتاعه الصيف ان احنا ما بنحطش العلف في الاوقات اللي بيبقى الجو حر فيه، او اللي الجو هيبدا يحرر فيه. يعني ما بنجيش مثلا الساعه 7 الصبح ونعلف، بيكون الارانب هتبدا تاكل، الحر هيبدا يطلع عليها، فهيبدا الارنب بدل ما يستفاد بالعلف هتبدا ان هي تسخنه اكتر او تعمل له تساعد في ان درجه الحراره بتاعته تزيد اكتر. وبالتالي العلف بيحصل عنده اجهاد حراري، الارنب عفوا بيحصل عنده اجهاد حراري وما بيستفادش بالعلف، بيشرب ميه ياما، الكرش بتاعه بيكبر، وبتحصل له ممكن يحصل له مشاكل معويه او ما بيستفادش بالعلف. طيب بالنسبه للشتاء يا جماعه، بالنسبه للشتاء اول حاجه يا جماعه بنراعي ان احنا الارنب بياكل زياده شويه في العلف عن العلفه بتاعته الطبيعيه او عن المعدل بتاعه الطبيعي، وبيديك نظير الشويه الزياده اللي هو كلهم دولت. بيديك سواء هي كانت ارنبه منتجه زي الارانب اللي هي الامهات اللي بتولد وبترضع والكلام ده كله، هتديك بيه رضاعه زياده وتحويل في الارانب الصغيره، وهتديك بيه خصوبه زياده، هتديك بيه عدد ارانب صغير زياده، هتديك فيه ان انت هتاخد من عندها انتاج على طول، مش هتبدا تريح في الفصل بتاع الشتاء اللي هو اللي انت موفر لها درجه حراره كويسه فيه، مفيش عندها حراره زايده، وبالتالي طبعا انت بتبدا تدفي المكان شويه، والارنبه بتشتغل على سنه العلف الزياده اللي انت بتديها لها. والارانب التسمين برضو يا جماعه بتبدا ان هي تزيد على العلف الزياده برضو اللي هي بتاخده. على عكس الصيف يا جماعه، الارنب ما بيقدرش ياكل كميات كبيره من العلف، فبالتالي بياخد وقت اطول في التسمين، والانتاج بيبقى قليل بالنسبه للامهات اللي بترضع وبتولد. حاجه كمان يا جماعه لازم نقولها، وهي طبعا عنوان الفيديو والمطلب الرئيسي من الفيديو، اللي هو الميعاد الصحيح للعلف في الشتاء. وهو طبعا المواعيد اللي احنا طبعا ما بنعملهاش في الصيف، اللي هي من بداية الغروب، يعني من بعد المغرب او من المغرب بنبدأ ندي علفة مظبوطة كويسة، بحيث ان الارنب ما يجوعش بالليل، يفضل الارنب ياكل. على ما يبدأ الارنب ياكل نكونوا مثلا بقينا الساعة 10 12 بالليل، يخلص العلفة بتاعته. على ما يبدأ الارنب خلاص خلص العلفة، مش معنى كده ان هو جاع، لا، هيبدأ الارنب لسه يهضم. على ما يجي يهضم تكون مثلا الفجر بدأ يأذن، على ما الارنب يجوع له ساعة او اتنين ينظف بطنه، تكون طبعا حضرتك علفته الساعة 6 او الساعة 7، بحيث ان الارنب ياخد علفة الساعة 7 الصبح، وياخد علفة المغرب او بعد المغرب. كده يا جماعة بنكون احنا وسطنا مواعيد العلف، بحيث ان الارنب يكون في حالة هضم على طول، يا دوب لسه خالص من العلفة اهوت بقاله ساعة او اتنين، يبدأ ان هو ياكل تاني، ما يجوعش فترة طويلة. يعني ما تديليش زي الصيف علفة الساعة 12 بالليل او الساعة 11 بالليل وتبدأ تدي علفة تاني الفجر، لا، انت كده هتزود الساعات اللي هي بتاعت النهار على الارنب، فيبدأ الارنب ياكل العلف بتاعه كله في وقت واحد، ويبدأ ان هو يجوع، بدل ما يجوع ساعتين ويتعلف، لا، هيجوع 4 او 5 ساعات على بعض. وده في الشتاء يا جماعة هيكون غلط، لان في الشتاء طبعا الارنب محتاج سعرات حرارية اكتر، وهيبقى محتاج ان هو الاكل قدامه ما يجوعش دايما او ما يجوعش فترة طويلة. نقسم الوجبات زي ما قلت لك، واحدة الساعة 7، واحدة بعد المغرب حوالي برضو الساعة 6 ونص أو 7، بحيث إن إحنا نقول إن إحنا مثلا ممكن نعلف
واحدة 6 الصبح وواحدة 6 بالليل، أو 6 المغرب، أو واحدة 7 الصبح وواحدة 6 برضو أو 7 المغرب، بحيث إن إحنا يكون العلف كل 12 ساعة بالظبط. ده بالنسبة لفصل الشتاء. الكلام ده هتلاقيه فرق معاك جامد في التحويل، هتلاقيه فرق معاك جامد في الخصوبة بتاعت الأرانب والإنتاج بتاع الأرانب، مع مراعاة واحنا بنعلف ان الارنب هنزود العلفة بتاعته سنة طبعا، او هنزود العلفة بتاعته شوية بمعدل 30 جرام للأم الكبيرة، 30 جرام للأم الكبيرة، وحوالي 15 أو 10 جرام للأرنب اللي هو التسمين في العلفة بتاعته. الكلام ده يا جماعة هنطبقه في الشتاء بس، إنما بالنسبة للصيف طبعا هنقول الفيديوهات بتاعته برضه، أو العلف بتاعه أو طريقة العلف بتاعه برضه احنا قلناها في فيديوهات كتير قبل كده، بس هنقولها طبعا في الصيف لأن مش المجال بتاعها دلوقتي. بكده يا جماعة بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.